ضيفي بيحب مصر جدا، ومن حبه لمصر قرر ان هو يقول للعالم كله ان مصر في امن وامان، وانك جرب تيجي مصر وتشوف مصر في كل مكان وكل حتة فيها هي بتقول ايه وبتعبر عن ايه. مصر بشواطئها، مصر باثارها، مصر بدرجة حرارتها، برضه هي مصر اجمل بلاد العالم. ضيفي على الموتوسيكل الخاص بيه مشي حوالي 5500 كيلو، وما زال بيوصل رسالته للعالم كله علشان يقول تعالوا زوروا مصر. ضيف النهارده هو الرحالة علي عبده. اهلا وسهلا بيك علي، شرفني ومنورني. مبدئيا كده الفكرة جت منين؟ بص، هي الفكرة اساسا الرحلة ديت ان احنا كنا حاولنا ندعو بعض الناس ان هم يجوا يزوروا مصر، فرق بتسوق موتوسيكلات زينا كده عايزينهم يجوا يزوروا مصر ويشاركونا في النشاطات بتاعتنا. فالناس ديت قالت احنا خايفين بصراحة نيجي مصر والدنيا فيها قلق وكده، فانا قررت ان انا اعمل الرحلة بتاعتي ديت عشان اثبت لهم ان هي وجهة نظرهم عن مصر غلط. فعملت رحلة حوالين مصر 5500 كيلو، لفيت فيها مصر كلها بالموتوسيكل بتاعي لوحدي بدون ترتيب مع اي جهة حكومية او امنية. الحمد لله مفيش اي مشاكل، البلد جميله جدا، مفيش اي مشاكل امنيه، الناس متعاونين جدا وطيبين قوي. في معالم سياحيه كتيره جدا جميله موجوده في مصر الناس ما تعرفش عنها حاجه. ده حقيقي. البلد فيها خير كتير جدا، الناس متعاونين بشكل فوق ما تتصور. يعني الناس ما تعرفنيش شخصيا بس مجرد ما بيعرفوا انا بعمل ايه، اللي بيستضيفني اللي بيبقى عايز تشرب شاي، طب تعالى ريح عندنا شويه، طب اقعد. يعني رحله كانت ممتازه بصراحه، عشان كده انا قررت ان انا اعمل ان شاء الله رحله تانية لمسافه 40000 كيلو، وده الهدف منها ان انا اوثق كل المعالم الاثريه والحضاريه في مصر، ونبدا نعمل منها موسوعه الكترونيه ننشرها لكل بلاد العالم. كويس. انت هنا ال 5500 كيلو بداوا منين وانتهوا فين؟ بدات من اسكندريه القاهره. بدات من اسكندريه؟ انا اسكندراني. اسكندراني اساسا. ايوه تمام. بدات من اسكندريه القاهره، الواحات البحريه، الفرافره، الداخله، الخارجه، الاقصر، اسوان، مرسى علم، الغردقه، العين السخنه، وبعد كده رجعت اسكندريه تاني. كان عندي شويه حاجات في الموتوسيكل صلحتها وطلعت تاني القاهره، السويس، عديت النفق، وصلت ابو زنيمه، رحت عيون موسى والنقطه الحصينه، بعد كده رحت ابو زنيمه وحته اسمها سرابيط الخادم، بعد كده الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابه، ورجعت السويس تاني. طلعت بورسعيد ودمياط ورجعت اسكندريه. خد منك كام يوم؟ 16 يوم. 16 يوم. لفيت تعتبر مصر كلها؟ مصر كلها. كويس. طيب ال 16 يوم دول وثقتهم ازاي؟ وثقتهم من خلال الكاميرات اللي انا بستخدمها. كاميرا موجوده. ده احنا ده الفيديو بتاعك صح؟ ده الطريق لمنطقه اسمها سرابيط الخادم، ده معبد فرعوني موجود في سيناء. ده ليه طبيعه خاصه شويه، ان بعثات التنقيب ايام الفراعنه كان معروف ان سيناء اسمها ارض الفيروز، فكانوا بينقبوا عن الفيروز والمعادن النفيسه في سيناء. فكان كل بعثه بتطلع للمكان ده بتجيب زي عمود حجري وتنقش عليه تفاصيل البعثه التعدينيه ديت. ده الطريق، ده طريق 40 كيلو بيبدا من ابو زنيمه لحد المكان اللي فيه المعبد. 40 كيلو؟ ايوه. كنت ماشي على سرعه قد ايه؟ لا انا ما بجريش، يعني انا متوسط السرعه في الرحله كلها حوالي 70 80. لان انا الموتوسيكل بتاعي قديم شويه وكان معايا شيل كتير، يعني الخيمه بقى والسليبنج باج والعده بتاعتي والاكل وقطع الغيار. باين في الخيال في البتاع. بمشي بالراحه كده. ده العلم، معلق علم مصر على الموتوسيكل بتاعي، والتولز بقى اللي انا بستخدمها والخيمه بتاعتي والاكل وقطع الغيار والحاجات اللي انا ممكن احتاجها كلها خلال الرحله. هل مواقع التواصل الاجتماعي كنت بتستفيد منها على اساس ان هي تبقى وسيله لتوصيل رسالتك؟ بالظبط. انا يعني تركيزي الاساسي على مواقع التواصل الاجتماعي ان انا اتعرف على الناس في الاماكن اللي انا بروحها، بحيث ان هم يقدموا لي معلومات عن الاماكن ديت او الاماكن اللي تستحق الزياره، او ان انا بحتاج بعض المساعدات زي مكان ابيت فيه او زي مكان محتاج اروحه وانا مش عارفه. يعني الموجود في الصوره دوت حد من الاسماعيليه كان استناني لما وصلت الاسماعيليه وقرر ان هو يمشي معايا شويه، وقعدت معاه في الاسماعيليه وبعد كده كملت. كويس. هنا كنت في الاسماعيليه؟ دي الاسماعيليه. كويس. انت كنت بتصور بالموبايل ولا؟ لا، دي كاميرا بتتركب على الخوذه. كاميرا بركبها على الخوذه واصور بيها الطريق وانا ماشي. جميل جدا. طيب سؤال كده، زي ما بيقول كده، السؤال له غرض ما يعني. هو انت استخدمت قد ايه بنزين؟ استخدمت في خلال الرحله كلها بحوالي 500 جنيه بنزين. لفيت مصر 500 جنيه؟
الموتوسيكل بتاعي 1 سلندر وهو موديل قديم شويه، فيعني ما بيستخدمش بنزين كتير يعني. كويس. وانا ما بجريش طبعا. انا ليه بسالك السؤال ده؟ انا ليا غرض ما يعني. انا عايز دلوقتي لو هو التكلفه بتاعته قليله، إيه يعني السياحه الداخليه نشاطها من خلال الشباب، هو ان يبقى الموتوسيكلات مجموعه موتوسيكلات تطلع برحله كبيره جدا وتتحرك وتروح وتلف مصر كلها. ما هي دي من الاهداف اللي انا شغال عليها. انا بحاول انشر في مصر ثقافه اسمها سياحه الموتوسيكلات. الموتوسيكلات بقت منتشره في مصر قوي، بقت ترند يعني، بقت حاجه مشهوره وشباب كتيره بيركبوا موتوسيكلات. والشباب نوعا ما موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. فالنهارده لما مجموعه شباب ياخدوا بعض مثلا ويروحوا اي مكان سياحي او مكان اثري، من خلال الصور اللي هم بينشروها والاكتيفيتيز اللي هم بيشوفوا بيعملوها، الناس بتشوف الكلام ده بتتشجع ان هي تروح الاماكن دي. ناس كتيره شافت الصور اللي انا بنشرها للمعالم اللي زرتها بدات ان هي تزور الاماكن دي، او تسالني ازاي نروح هناك، التكلفه بتاعت الاقامه ازاي، الطريق حالته ايه. ودي من الحاجات اللي انا بحاول اوفرها، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تزور المكان ده. كويس. من خلال البيج بتاعتي على الفيسبوك بحاول اقول مثلا النهارده عشان تروح سانت كاترين المسافه قد كده، الاقامه بقد كده، تسال مثلا على فلان او تسال على الشخص الفلاني او المكان الفلاني عشان يساعدك مثلا انك تلاقي دليل عشان تطلع بيه الجبل، ايه الهدوم اللي انت المفروض تاخدها عشان الجو هناك ساقع، الاكل اللي انت المفروض تاخده معاك ايه او ما تاخدش معاك اكل، في حاجات متوفره. فبحاول ان انا اوفر لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عشان تروح المكان ده. طب انت ما حاولتش ليه يكون في زي ما نقول كده بروتوكول بينك وبين مثلا وزاره السياحه، وزاره الثقافه، الامور دي كلها؟ والله هي وزاره السياحه احنا تقدمنا لها بالفكره، وكنت قابلت مستشار الوزير الاعلامي الاستاذه رشا العزازي، ويعني ما لقيناش قبول منهم او ما لقيناش رد يعني. ما كانش في ترحاب من الوزاره؟ هي وزاره السياحه نزلت لي بيان تشجيعي بتقول ان الفكره اللي انا بعملها فكره كويسه جدا وبتخدم السياحه وبتخدم اقتصاد البلد وان الناس تعرفوا بلدهم، بس ما قدموش حاجه يعني. ايه اللي انت كنت محتاجه من وزاره السياحه؟ محتاج من وزاره السياحه الاماكن اللي انا بروحها، محتاج ان انا يبقى في تعاون من مثلا من مديريات السياحه اللي موجود في الاماكن اللي انا بروحها، بحيث ان هم يعرفوني عن الاماكن اكتر، يبقى تسهيلات مثلا في الحاجات ديت. الموضوع نوعا ما. طب ما دي حاجات بسيطه يعني، مش حاجات. هي حاجات بسيطه، بس انت لما تكون بتشتغل كفرد في حاجه كبيره قوي عليك بتحس ان الحمل تقيل، بس لما تلاقي حد بيساعدك او حد بيساعدك. لا انا بتكلم ان هي بسيطه لوزاره السياحه، مش حاجه صعبه يعني، ان هم كان ممكن يبقى في مساعده يعني. هو لحد الان ما فيش اي مساعده من وزاره السياحه غير البيان التشجيعي اللي هم نزلوه لي بس. هم كل اللي عملوه ان هم نزلوا بيان تشجيعي بيقولوا ان الفكره كويسه وبتخدم البلد وبتساعد على تنشيط السياحه وان الناس تعرف البلد والحركه. هي فكره كويسه، بس لما الشباب يقوموا بحاجه احنا لازم ندعمهم، لازم نقف جنبيهم. والله يعني على اساس ان الشباب دلوقتي بتحب مصر وعايزه توصل رساله عن مصر. لما وزاره السياحه تدعم حاجه زي كده وتنشرها، ويبقى الصحف العالميه تتكلم عنها والصحف المصريه تتكلم عنها، فاحنا دلوقتي بنوصل رساله بشكل اكبر. أكيد. وهو ده اللي احنا محتاجينه. ونتمنى ان وزاره السياحه تدعم دائما الافكار الشبابيه اللي ما فيهاش تكلفه على وزاره السياحه، وفي نفس الوقت بتحقق نتائج ايجابيه. هو ده اللي احنا بنأمله. الشباب المصري عنده حاجات كتيره جدا مهمه، احنا لازم نساعده عليها. كمان ان نظام التسويق في العالم دلوقتي معظم الناس او الشركات الضخمه حتى المالتي ناشونال بتتوجه لمواقع التواصل الاجتماعي للتسويق. ففكره ان انت تسوق من خلال مؤتمر صحفي للسياحه في مصر، او ان انت تعمل ايفنت عشان تسوق للسياحه، ده نوعا ما بقاش ليه تاثير عند الناس. الناس بتتاثر بالخبرات الشخصيه. يعني انا لما اقعد مع حضرتك النهارده واحكي لك عن رحلتي لسيوه وازاي الجو جميل وازاي الناس طيبه والحضاره او الثقافه اللي انا شفتها للناس ديت، وتروح فين وتعمل ايه، واقول لك مثلا احنا زي دي كلها كلفت 500 جنيه. فانت كشخص عادي هتتاثر بالكلام اللي انا قلته. 500 جنيه كبنزين؟ لا توتال، اكل وشرب واقامه وبنزين كل ده. عايز اقول لك انا رحلتي حول مصر 5500 كيلو. خليني اسخن، عايز اطلع انا كمان. 5500 كيلو دولت بالبنزين بالاكل والشرب والاقامه كلفوا 3000 جنيه. تمام. فانت كشخص لما تسمع مني تجربتي دي هتتشجع ان انت تزور المكان ده. هبدا ان انا اكد لك الفكره بتاعتي او صدق كلامي من خلال الصور الجميله اللي انا بصورها للمكان دوت والفيديوز اللي انا بصورها عشان انت تتفرج، فتبدا انت تنبهر بالكلام ده ونفسك تجربه. تمام. فاهم قصدي؟ تمام. فده الطريقه الجديده للتسويق، او ده معظم الناس بتتبع الشكل دوت او الاسلوب دوت، ان هي تسوق لمنتجاتها مش تسوق لسياحه بلدها بس. تمام. فللاسف وزاره السياحه او هيئه تنشيط السياحه لسه بتتبع الاسلوب القديم، ان احنا نعمل معرض للصور، ان احنا نحط صور فراعنه او صور كذا. لا الدنيا اتغيرت. مفيش تفكير مختلف، مفيش زي ما بنقول كده مفيش تفكير بره الصندوق. بالظبط. الافكار اللي هي بره الصندوق مش موجوده. يعني الكلام اللي هم بيعملوه ده قدم من زمان قوي، ما بقاش ليه تاثير. فاهمني؟ يعني انا سافرت كذا دوله بطبيعه عملي، لا الدنيا هناك مختلفه جدا، الناس ما عندهاش حاجه وبتعمل سياحه. طيب الصعوبات اللي واجهتك كانت ايه؟
والله هو ما فيش صعوبات تذكر، بس هي الفكره ان انت بيبقى محكوم بامكانياتي. يعني انا الموتوسيكل بتاعي موتوسيكل قديم نوعا ما وبطيء، فبضطر ان انا اخد وقت اطول، بضطر ان انا يعني زي ما بيقولوا كده ايه افصل حاجات تنفع ان انا استخدمها. يعتبرش في صعوبات يعني، الحمد لله كانت الرحله موفقه، وكانت رحله انا سعيد جدا بيها. لحد دلوقتي بقعد اتفرج على الفيديوز اللي انا صورتها ببقى مبسوط قوي باللي انا عملته. كويس. واكتشفت انا بعد ده كله ان انا واحد اعتقد ان انا بسافر كتير لسه ما اعرفش حاجه عن مصر. عشان كده قررت ان انا ان شاء الله اعمل المرحله الجايه اللي هي استكشاف مصر على موتوسيكل. اللي هي ال 44000 كيلو. 40000 كيلو. 40000. ودي الهدف منها ان طب انت انا هتروح فين بقى 40000؟ ما انت هتبقى ما انت في ال 5500 رحت محافظات ما انا مصر. هقول لك بقى الفكره بقى مثلا ان انا هروح سيوه مثلا، مسافه من سيوه لاسكندريه حوالي 700 كيلو، فالفكره ان انا مش هروح سيوه واقعد، لا انا هلف في سيوه واوثق كل حاجه فيها، كل المعالم السياحيه بنبذه تاريخيه عنها، بصور 3 دي او افلام 3 دي عنها، بحيث ان الناس تعرف يعني ايه مثلا سيوه، يعني ايه الواحات البحريه، يعني ايه سينا. كويس. فالفكره ان انا هغطي كل المعالم السياحيه اللي في مصر دي، بحيث ان اي حد يدور على معلومه خاصه بحاجه في مصر يلاقيها. انا واحد من الناس لما باجي اخطط لرحله وادور على معلومات على الانترنت مفيش حاجه موثقه، بتاخد الموضوع بالشبه، او تقعد تسال ناس صحابك راحوا، او تلاقي منتديات ناس مثلا راحوا الاماكن الفلانيه، اجتهادات شخصيه. طب احنا ليه ما بقاش عندنا حاجه موثقه للخير اللي عندنا ده كله؟ يعني دول كتيره ما عندهاش سياحه وعملت سياحه من لا شيء. ده حقيقي. ده حقيقي. يعني كنت لسه في دوله عربيه، يعني انا الناس كلها بتسالني نفسها نسبه عدد السائحين هناك كبيره جدا. انا كنت بالمناسبه كنت لسه في دبي، فالناس بتسالني ايه اخبار دبي، اقول لهم بلد ممله. ازاي؟ اقول لهم هي فنادق ومولات، مفيش حاجه ثانيه في البلد. طب احنا ازاي عندنا الخير ده كله خير؟ يعني مش قادر اوصف لك الخير قد ايه وجمال قد ايه، ومش عارفين نستغله. تمام. فاهمني؟ بجانب ان الرحله السياحه الداخليه رخيصه جدا، يعني انت تخيل ان انت تقعد في كامب مثلا، او زي يقولوا موتيل صغير بالاكل والشرب في اليوم ب 100 جنيه، ب 70 جنيه، 80 جنيه. هي النقطه ان احنا محتاجين ننشط السياحه الداخليه في ظل وجود ازمه اسمها السياحه الخارجيه. بالظبط. يبقى الشباب المصري لما تعرفهم بلدك بشكل سليم ويعرفوا بلدهم بشكل صح، اعتقد ان الامور دي هتختلف كتير جدا. اكيد يعني، وهتفيد السياحه، حتى الناس طبيعي، حتى اللي في المحافظات الثانيه في دخل لهم. يعني انا الكلام ده حضرتك سليم طبعا. يعني عايز اقول لك من ضمن الحاجات اللي لاحظتها، معظم الاماكن اللي بعدي عليها مفيش حركه سياحه فيها، متوقفه. يعني تروح كامب مثلا في مثلا 100 غرفه مفيش حد. المرشدين السياحيين دلوقتي عندهم ازمه. انا فعلا عندهم ازمه بالظبط. طب انت ليه ما تستغلش الخير اللي عندك وتسوق له صح، وتبدا تدعو الناس ان هي تزوره، سواء سياحه داخليه او سياحه خارجيه. يعني عندنا خير والله مش عارف اقول لك عامل ازاي، يعني حاجات جميله يعني فوق ما تتصور. عندنا اماكن ما حدش يتخيل ان هي موجوده في مصر. يعني لما بحط صور الناس بتسالني ايه ده، الكلام ده فين؟ ده في مصر بجد. طب انت ليه ما فكرتش ان تبقوا بدل ما تبقى واحد تبقوا 50؟ ان شاء الله دي المرحله الجايه. يعني نبدا انا في رحله استكشاف مصر دي، هنعمل مثلا مجهود التوثيق والتسجيل والكلام ده كله بيبقى محتاج وقت. تمام. فنفترض مثلا ان احنا قضينا مثلا شهر في سيوه مثلا، وثقنا كل الاماكن اللي فيها بالخرائط بالصور بالمعالم السياحيه والتاريخ بتاعها بالمعلومات والكلام ده كله. نبدا ان احنا ندعو الشباب ان هم يشاركوا في رحله لسيوه. يقول مثلا احنا هنتحرك من القاهره، هنتحرك من اسكندريه، هنروح واحد سيوه، هنقضي يومين، مين يشارك معانا؟ هنبدا ان احنا نعمل حاجات زي كده. هنا فين ده؟ دي في الواحات البحريه. ده مين اللي كان معاك؟ في الواحات البحريه ما كنتش لاقي بنزين في اليوم دوت، وواحد من الناس فقال لي محتاج بنزين، قلت له يا ريت، فخدني معاه البيت واعطاني جيركن بنزين من عنده، فكنت متصور معاهم. دي الواحات الداخله دي في واحد سيوه، بير كليوباترا او عين كليوباترا. واحد سيوه برضو بير واحد. بس كتير من اسكندرانيه بيحبوا يروحوا الواحات. الواحات جواها جميل جدا، يعني في عز الحر اللي احنا فيه ده، جبل سانت كاترين، في عز الحر اللي احنا فيه دوت، هتروح الواحات مش هتحس بالحر لان مفيش رطوبه. يعني انا رحت سيوه في شهر 6، ما تتخيلش الجو هناك كويس ازاي. مجرد ما تقف في مكان ظل او تلبس كاب او حاجه زي كده، ما تحسش بحراره. دي صوره انت اللي مصورها؟ حد مصورني، دي في دهب، انا وواحد صديقي كنا عاملين دايفنج. دي الواحات البحريه برضو، دي عيون ميه كبريتيه بتستخدم في العلاج. طبعا. دي رشيد. طبعا. دي مصر يا جماعه، مصر اللي احنا ما نعرفهاش ده بجد. دي الاماكن السياحيه اللي احنا ما زرناهاش. وعايز اقول لك كمان واحنا بنحمل بصراحه كل شخص ما نماش السياحه الداخليه في مصر. السياحه الداخليه مش معناها ان احنا ناخد فلوس كتير من المصريين. ده في اماكن بيقول لك ايه، لا المصريين ما ينفعوش يخشوا، ده اسمه تهريج. لا، لازم نفتح الباب للمصريين يكونوا موجودين. السياحه الداخليه هي البديل دلوقتي في ظل ازمه السياحه الخارجيه.
بس هو ده احنا محتاجينه ان ده يتم. اكيد حتى عارف يبقى ايه، تعرف قيمه بلدك بالظبط. أكتر. يعني مثلا قبل العيد اللي فات كنت عملت بوست كده بشجع الناس ان انت بدل ما تروح الساحل الشمالي اليوم ب 1000 جنيه وب 2000 جنيه، ال 1000 جنيه دول تروح تقضي بيهم اسبوع ولا 10 ايام في نويبع. البحر نضيف جدا، مناظر طبيعيه خلابه، طبيعه مش هتشوفها في مكان تاني، هتقضي اجازه ما حصلتش. روح نويبع، روح دهب، روح طابه. سيبك من الاماكن المشهوره، في ناس كتيره جدا بتروح الاماكن المشهوره دي، في ناس تانية محتاجه تشتغل، محتاجه ان الناس تيجي تزورها عشان يعني الدنيا تتحرك عندهم. ها. تمام. بجانب الاماكن دي رخيصه جدا اكتر مما تتخيل. يعني انت تخيل ان انت كان بتبات فيه ب 30 جنيه في اليوم ولا ب 40 جنيه في اليوم، فاهمني، ببلاش. بس انت هنا كفرد، انما كأسرة ينفع؟ اه طبعا. الاماكن ديت امان جدا وعائليه. الدنيا هناك ما تخافش من حاجه خالص. هي كامبات موجوده على البحر، في منها غرف مكيفه، في اماكن مغلقه، في زي نظام كده تقدر تقول عليه زي خيم او عشش. دي للناس اللي حابه ان هي تعيش في جو بيئي او جو بدائي شويه، تحتك بالطبيعه اكتر. في اسر كتير بتروح هناك. مفيش خوف من اي حاجه، مفيش مثلا حيوانات او في حشرات او في سرقات او الكلام ده كله، مفيش حاجه من الحاجات دي تماما. ليه؟ لان تقدر يعني برضه- عوامل الامن والامانه موجوده بشكل كبير جدا. ها. يعني انا الحمد لله مثلا في خلال الرحله اللي انا عملتها دي كلها الحمد لله ما قابلتنيش اي مشكله امنيه. يعني انا مشكلتي الوحيده ان انا لما رجعت من الرحله بقيت متعود ان انا انزل من الموتوسيكل واسيب المفتاح فيه والحاجه عليه. فما تقلقش من اي حاجه، يعني الحمد لله. كويس. مصر فعلا بخير والناس طيبه جدا يعني. طيب انت استفدت ايه من الرحله دي؟ استفدت ان انا عرفت بلدي بصراحه. يعني انا يعني كنتش اتخيل ان بلدي بالحجم دوت، ما كنتش اتخيل ان في الجمال والخير ده كله. اتعرفت على ناس كتير قوي خلال الرحله، بقى ليا اصدقاء في كل محافظات مصر. ناس بيسالوا عليا وناس بسال عليهم، ووقت ما افكر اروح اي محافظه من المحافظات دي عارف ان في صديق هيستناني. اكتشفت المعلومات اللي انا اكتسبتها من الرحلات دي كلها، بقى عندي خبره كبيره في البلد، بقى عندي حاجات كتير اعرفها، بقى عندي ان شاء الله يعني الرحله الجايه اللي انا محتاج اعملها لما اخلصها هيبقى عندي زي موسوعه بتضم مصر، بتضم كل حاجه في مصر. يعني دي امل ان الناس تستفيد منها والدوله تستفيد منها، ولو انا ما شفتش خيرها اتمنى ان ابني يشوف خيرها او يشوف اللي انا قدمته للبلد او الحاجه اللي انا عملتها. طيب انت الرحله اللي جايه ل 40,000 كيلو جهز لها ازاي؟ والله برضه حاليا يعني هل حط لها مده محدده؟ التكلفه الماليه بتاعتها، يعني اكيد بتعمل دراسه كده للموضوع اكيد. هو بعد التجربه الاولانيه. الموتوسيكل بتاعي هبدا ان انا اعدل فيه شويه حاجات عشان يبقى عندي مساحه تخزين اكبر عشان تكفيني فتره اطول. بحاول احوش الفتره ديت عشان اغطي نفقات الرحله اللي جايه ان شاء الله. بحاول اوفر اجهزه تسجيل وتصوير تخدمني اكتر عن الرحله اللي فاتت، لان انا محتاج ان انا في المرحله دي اصور تصوير محترف او اجمع داتا بشكل احترافي اكتر، مش مجرد هوايه، عشان الكلام ده ناس كتيره هتشوفه بره مصر وجوه مصر. بس في ده اللي احنا شغال فيه الفتره الحاليه ديت، مرحله التخطيط والتجهيز ان شاء الله. طيب هل ممكن تغير فكره انك تكون رحاله على موتوسيكل وتبقى رحاله على دراجه هوائيه عجله؟ انا ما عنديش مشكله في كده. الفكره العجله زي الموتوسيكل بالظبط، بس الفكره ان الموتوسيكل بينجز شويه او بيبقى اسرع لا شويه. لا، هو وكمان خد بالك العجله يعني لياقه بدنيه، يعني عضلات شغاله على طول، يعني بالظبط. امور تانية، يعني مجهود بدني. بالظبط. بجانب ان الموتوسيكل بيديك امكانيه ان رحله اطول. يعني ليه؟ انت بيبقى مثلا العجله الاستورج فيها او مساحه التخزين محدوده قوي. الموتوسيكل الدنيا اوسع فيه. تقدر تشيل حاجات اكتر، تقدر تشيل اكل يكفيك فتره اطول، تقدر تشيل بنزين يكفيك مسافه اكبر، فبيديك افاق اوسع. يعني تقدر مثلا تدخل الصحراء، تقدر انك تكمل لبلد تاني. يعني مثلا في الرحله اللي فاتت طلعت من الواحات البحريه، كنت مخطط ان انا ابيت في الفرافره. تمام. هنا انت كنت فين؟ ده الطريق بتاع سرابيه الخادم، بس الجزء الثاني منه. اللي هو ال 40 كيلو اللي انت قلت لي عليه. تمام. قول لي كنت بتتعامل ازاي مع الصحراء؟ يعني هل بتبقى بتقول مثلا هفرد الخيمه هنا، يعني مثلا بتختار مكان ذو مواصفات معينه؟ بص، هو انت بتحاول تدور على ضله باي طريقه، يعني عايز اعرف. هو ضل في الصحراء صعب شويه الى جبل مثلا يكون مدي سن بتحاول تدور على مكان مستوي نوعا ما فيهوش حصى او ما فيهوش حجاره، عشان لما تيجي تنام ما فيش حاجه تتعبك. وبتحاول ان انت تبعد عن الاماكن اللي فيها زي حفر او فيها يعني التربه متقلبه فيها، يعني عشان ما يكونش فيه حشرات، ما يكونش فيه حاجه مضره فيها يعني. تمام. بس غير كده الموضوع بسيط. يعني الناس متخيله ان الدنيا صعبه، لا يعني الحمد لله الموضوع بسيط يعني.
بتبقى تجربه ممتازه انك تجرب انك تبيت يوم في الصحراء، دي حاجه يعني صعب انها تتوصف. انت هنا لازم مبطئ ليه تتعايش. السرعه؟ الطريق فيه تراب في الارض، اه فعشان انا معايا وزن تقيل فلازم امشي بالراحه في الحته ديت عشان ما اقعش. خصوصا عشان الموتوسيكل بتاعي عالي قوي، فبيبقى رجليا لامسه الارض بالعافيه. انت هل في اي اصابات حصلت لك؟ لا الحمد لله. هو الموتوسيكل وقع مرتين بس لوحده، مش انا كنت عليه. الهواء وقعه. الهواء كان ساعات بيبقى الهوا جامد. وقعه. يعني مثلا ساعات بتعب مثلا بقف اريح، فبوقف الموتوسيكل. فمثلا في الفتره كنت طالع فيها كان في رياح خمسين، فانا موقف الموتوسيكل في الهواء وقعه. ها فمره جدولنا اتلوح سنه بس بسيطه، يعني مفيش خسائر جامده يعني الحمد لله. تمام. وانت عملت محاولة او رسالة بتحاول توصلها، هل لقيت ان ليها صدى ولا لا؟ هي الحمد لله ليها صدى عند الناس، يعني الناس معجبين جدا بالصور اللي انا بنقلها لهم والتجارب، وبدات ان في ناس تروح الاماكن ديت الحمد لله. الناس من بره بتكلمني بتسالني عن الكلام ده بجد ولا هي مجرد قصه، ولما بيتاكدوا فعلا من الكلام اللي انا بقوله مصداقيه كلامي بيبقوا عايزين يجوا مصر. يعني انا حد كلمني من سويسرا عايز يجي مصر يشتري موتوسيكل ويطلع معايا رحله زي كده. ناس من دول عربيه عايزين يجوا مصر بموتوسيكلات، بس المشكله ان احنا بنواجه مشكله مع الجمارك عشان تعدي الموتوسيكلات دي. تمام، يقول لك لازم تصريح مش عارف منين وجواب مش عارف من مين، فالناس في الاخر بتلاقي اجراءات كتيره ممله فما بترضاش تيجي. يعني في ناس بتيجي لحد مثلا مين النويبع وفي الاخر بترجع لما تلاقي الموضوع معقد بالشكل دوت، الا يدفع تقريبا مثلا تامين حوالي 10000 دولار، او يجيب بقى جواب موافقه من وزاره السياحه ومش عارف ومن الامن ومنين ومنين. تلاقي الموضوع اجراءات معقده زياده عن اللازم. فالناس بتبدا ان هي تزهق. طب انا يقول لك طب انا اجي ليه يعني انت من خلال تجربتك دي شايف ان في مجموعه من الاجراءات لازم زي ما لازم تتسهل تقنن طبعا شويه يعني يعني لازم تتسهل خاصه مع حاجه زي موتوسيكل او كده. بالظبط. يعني لازم يبقى في يعني مواكبه للعصر. يعني الموتوسيكل وسيله مواصلات موجوده في كل العالم، وكل العالم في حاجه اسمها سياحه موتوسيكلات، وليهم قانون بيسهل لهم الحركه بتاعتهم. كويس. طب احنا ليه ما يبقاش عندنا حاجه زي كده تسهل الناس دي تدخلها؟ انا النهارده مثلا نفترض ان انا دعيت فريق مثلا قائد درجات ناريه مثلا من احد دول الخليج اللي جنبنا، وجات الناس شافت الدنيا وشافت الجمال وشافت الامان وانبسط. طب ما هيبداوا يجيبوا اهلهم المره الجايه ويجوا، هيبداوا يقولوا لاصدقائهم. لا وانت هتعرفهم على اماكن جديده بالظبط ما شافوهاش قبل كده. بالظبط. فده انت كده بتكبر الشبكه بتاعه التسويق للسياحه بتاعتك. صح. الناس دي هتتصور في مكان حلو، هتاخد شوت مثلا المكان جميل، لما يبدا يرفعه عنده على فيسبوك او على تويتر او وات ايفر تحفيز للاخرين. الناس هتشوفها هتعجب بيها. طب دي الصوره دي فين؟ دي في مصر، طب تعالى نروحوا. طب يعني فهتلاقي في حركه. هل فكرت ان يبقى في سايت على الانترنت خاص بيك ولا لا؟ عندي ويب سايت بس يعني شغال فيها لما بلاقي وقت بشتغل فيه، يعني بحاول اوثق فيه الرحلات بتاعتي. هو انا عندي بيج على الفيسبوك اسمها اراوند ايجيبت والموتور سايكل. تمام، ديت الاساسيه عندي ان انا برفع عليها المعلومات والصور اللي انا بسجلها والرحلات والاماكن، والناس بتستفسر عن اماكن تروحها. تمام. وبتستفسر عن الرحلات وعن التفاصيل والكلام ده كله، بحيث ان هي تبدا تزور الاماكن دي. من الحاجات اللي انا بحاول اوفرها كل معلومه ممكن تحتاجها عن المكان اللي انت رايحه. طبيعي جدا في اي دوله من دول العالم تقول انا عايز اروح المكان الفلاني، هتلاقي كميه انستراكشنز زي لبسك واكلك وشربك والمسافه وتعمل ايه وما تعملش ايه والكلام ده كله. عندنا احنا ما فيش حاجه زي كده. دي الصفحه الشخصيه، دي الصفحه بتاعت البيج. البيج دي مش شايف بصراحه. البيج اسمها اراوند ايجيبت موتور سايكل. هو البيج بتاعي والاكونت نفس الاسم. كويس. تمام. ما عنديش فانس كتير مش مشكله، بس الحمد لله في اكتيفيتيز، يعني الناس متفاعله جدا مع الفكره. كويس. وبحاول ان انا انشر للناس الرحلات بتاعتهم، صور الرحلات بتاعتهم بموتوسيكلات او الصور الطبيعيه بتاعت الاماكن اللي هم راحوها كتشجيع لغيرهم ان هو يروح. يعني ايه الرساله اللي بتقولها لنفسك وانت داخل على 40000 كيلو؟ ان ربنا يقدرني يعني على الموضوع ده. الموضوع مش سهل، مسافه كبيره جدا. كويس. ومحتاجه تجهيزات كتيره ومحتاجه امكانيات اكبر مني، فان شاء الله ربنا يعيني يعني واقدر اكمل اللي انا محتاجه ده كله عشان ابدا الموضوع ده. حابب تقول ايه في نهايه اللقاء؟ حابب ان الناس تزور بلدها. يعني مصر فعلا بجد جميله، ايا كان بقى اي بلد في الدنيا فيها مساوئ، بس احنا عندنا خير كتير، بس للاسف الناس مش شايفاه. الناس عندنا بتتكلم عن المشاكل، بتتكلم عن سوري الزباله، بتتكلم عن المرور اللي فيه مشاكل، بس على الوجه الاخر البلد فيها خير كتير وفيها اماكن كتيره نقدر نزورها ونقدر نروحها. كويس، بس احنا لازم نيسر الامور. بالظبط. بس هل في رساله تحب توصلها لوزاره السياحه في نهايه اللقاء؟ اتمنى من وزاره السياحه ان هي تدعم الفكره ديت وترعاها يعني بشكل رسمي، ما يبقاش مجرد بيانات على الجرايد ما بتقدمش حاجه. تمام. واتمنى بشكل عملي بقى.
تمام. تمام. واتمنى من كل الشباب اللي بيركبوا موتوسيكلات ان هم يحافظوا على نفسهم ويلتزموا بالقانون ويلتزموا بالسيفتي ويسوقوا بشكل عاقل، لان احنا كلنا في كوميونتي واحد. تمام. فمحتاجين نحافظ على بعض. تمام. بس واتمنى كل الناس تزور مصر بجد يعني. ان شاء الله. الرحاله علي عبده، شرفتني ونورتني. شرف لينا. اجريت رحله 5500 كيلو، ان شاء الله نلتقي بيك بعد ال 40,000 كيلو اللي انت هتلف فيها مصر وتوثق الاماكن الموجوده في مصر ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك. اعتقد ان الرساله وصلت لكل الشباب، وصلت ايضا للمسؤولين، ونتمنى ان يكون هناك تدعيم من وزاره السياحه لكل الافكار الشبابيه اللي مش هتكلف وزاره السياحه اي حاجه، لكن هتفيد السياحه المصريه، وهو ده اللي احنا محتاجينه، تدعيم السياحه المصريه ان كانت السياحه الداخليه او السياحه الخارجيه.